السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين ظلما وإسقاط جميع التهم السياسية الموجهة إلى 6 منهم على الأقل، كما طالبت بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي الذي حكمت عليه محكمة بالعاصمة الجزائر في 2 أبريل الجاري بالسجن 5 سنوات، منها 2 موقوفتي التنفيذ بتهمة تلقي تمويل أجنبي لشركته. وسجلت بأنها على طيلة السنتين الماضيتين حاكمت السلطات الجزائرية واعتقلت واحتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيا وإعلاميا آخر، كما أدانت إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة. يذكر أنه تم إيداع إحسان القاضي مدير محطة راديو أم الجزائرية والموقع الإخباري مغرب أم يرجون في الحبس الاحتياطي يوم 29 دجنبر الماضي بعد 4 أيام من الحراسة النظرية. أوقفته السلطات تحت إطار تحقيق حول جمع تبرعات غير مشروعة. هاي الشيء اللي خلى السلطات الجزائرية تتعرض لانتقاد كبير على خلفية اتخاذها إجراءات مشددة لخنق الأصوات المعارضة. هاد خبر اليوم، وبتمنى لو تشتركوا معي حبايبي عشان أقدم محتوى أحسن وتفرحوني كثير، وشكرا على دعمكم وتفهمكم، وهاي الشيء اللي خلاني أرجع نزل فيديوهات كل يوم.